السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معايا مراجعه لسماعه محترمه جدا في الفئه الاقتصاديه. نادرا لما تلاقي سماعه كويسه في الفئه السعريه ما بين ال 400 جنيه لحد ال 600 جنيه. بصراحه كلمه حق تتقال، سماعه محترمه جدا وهنستعرضها ونتكلم عن مميزاتها وعيوبها. بس طبعا لو انت مهتم بالمحتوى ده وحابب تشوفني تاني ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك لو الفيديو عجبك، ويلا بينا نخش في مراجعتنا بتاعت النهارده. ده شكل العلبة بتاعت السماعة وبعض المواصفات طبعا مكتوبة هنا، ودي برضو بعض المواصفات اللي مكتوبة على الظهر، وده الجزء اللي بتخربشه عشان تقدر تعرف السماعة أصلية ولا لأ. ده هنا كتيب تعليمات بيجي عشان تقدر تعرف التحكم في السماعة وبعض المواصفات برضو اللي السماعة بتقدمها لك. ودي طبعا الاير تيبس او الجلد او الودانات اللي طبعا بتقدر تغيرها على حسب مقاس ودنك. ده كيبل الشحن من يو اس بي A ل يو اس بي تايب سي. طبعا ما جاش باللون الاخضر كالعادة، اول مرة يجي باللون الاسود. وطبعا اخر حاجة معانا وهي السماعة. خلينا طبعا نفك التغليف ده. التصميم عندي تعليق عليه، طبعا تحس الماتيريالز مش بنفس الفخامة ونفس الجودة بتاعت السماعات التانية من أورايمو برضو. الخامات هنا تحسها يعني عادية، مش أحسن حاجة. هي كده كده بلاستيكية شفافة بعض الشيء كده، فاهم؟ زي ما حضراتكم شايفين كده تحسها شفافة. هنا الزرار بيجي في الجنب، وهنا منفذ التايب سي. كويس ان هم محتفظين بيه في السماعات الاقتصادية. وده طبعا شكل السماعات من جوه. تحس ان السماعة الجودة بتاعت البلاستيك ده تحسها رديئة، ولكن هي معقولة يعني مش وحشة بصراحة، وفي نفس الوقت مش هقدر اقول ان هي كويسة. ده طبعا جزء الشحن والمايك. وعلى فكرة لو تلاحظوا البطارية هنا باينة، يعني لو تلاحظوا هنا البطارية بتاعت السماعة باينة، والبطارية دي يعني تقريبا مش من نوع كويس، لأن أنا فاكر البطاريات دي اللي هي اللي بتنزل في الإيربودز برو التقليد. مش عجباني بصراحة البطاريات دي، ولكن بصراحة يعني هنقول ايه، بس السماعة في فئة اقتصادية قريبة جدا للايربودز برو، فمش هنقول ان ده عيب يعني. احنا هنقيم السماعة النهاردة على حسب الفئة السعرية اللي السماعة بتيجي فيها. دي كده كل محتويات العلبة، يلا بينا نخش في المراجعة. وبالنسبة لتجربة الاقتران، فهنا تجربة الاقتران بصراحة مثالية ومحترمة جدا تقدر تعتمد عليها. السماعة بتيجي ببلوتوث 5.3، بيديك اتصال سريع ومستقر جدا، مفيش فيه تقطيع، مفيش فيه اي مشاكل. وبالنسبة للرينج ما بين السماعة وما بين الموبايل، فتقريبا السماعة تقدر تبعد بيها حوالي 10 متر عن الموبايل، ومش هيكون ان شاء الله فيها اي مشاكل. السماعة محترمة جدا في الاقتران وانصح بيها بشكل كبير. ولو هنتكلم عن البوكس اللي معانا النهارده، فهنا طبعا البوكس بيجي تايب سي، بيقدر ان هو يتشحن في حوالي ساعة ونص، وبيقدر ان هو يشحن لك السماعات في حوالي ساعة ونص برضو. كمان البوكس يقدر ان هو يشحن لك السماعات حوالي 4 مرات لو هو مشحون كامل. وبالنسبة لتجربة البطارية وعمر البطارية، فبصراحة عمر البطارية بالنسبة للفئة السعرية اللي السماعة بتيجي فيها، عمر البطارية محترم جدا. المفروض ان هو مكتوب هنا ان هو بيديك 7 ساعات، بس تجربتي الفعلية بصراحة بتقول ان هو من 5 ساعات لحوالي 6 ساعات في الاستماع، وحوالي 5 ساعات في المكالمات. دي بصراحة مش تجربة بطارية وحشة، يعني التجربة هنقول ان هي حلوة بالنسبة للسعر بتاع السماعة. يعني من الاخر هتاخد تجربة بطارية محترمة جدا وما فيهاش اي مشاكل. اما بالنسبة لتجربة الاستماع، فهنا بقى نقاط القوة هتبدأ تبان. السماعة تديك تجربة استماع، هقول لك ايه، بس تجربة يعني في فئة سعرية اعلى من الفئة بتاعتها بكتير. السماعة فيها بيز وفيها تريبل محترمين جدا. انا بتكلم خلي بالك على اساس الفئة السعرية، اللي هو انا جايبها ب 400 جنيه، خلي بالك في عروض شهر 11. الكلام اللي انا هقوله دلوقتي كله بناء على السعر اللي اتدفع في السماعة ومقارنتها بحاجات احسن منها باسعار اكتر منها، يعني باسعار فوق ال1000 جنيه. انا بصراحة مرضي جدا من تون الصوت اللي باخده من السماعة دي، وما عنديش اي مشاكل في البيز موجود والتريبل موجود. كمان السماعة مدعومة على ابلكيشن اوريمو، بتقدر ان انت تظبط الايكولايزر زي ما انت عايز، وبتقدر ان انت تتحكم في السماعة عن طريق البرنامج. ودي برضو من نقاط القوة اللي اتكلمت عليها دلوقتي. وفي نفس الوقت السماعة يعني ما واجهنيش معاها اي مشاكل في الاستماع. وبالنسبة لمشاهدة المحتوى، يعني مثلا لو انا بتفرج على فيديو، بصراحة ما قابلنيش ان السماعة يكون فيها ديلي في الفيديو. لو انا بتفرج مثلا على فيلم او بتفرج على اليوتيوب او محاضرة او اي كلام من ده، بصراحة ما واجهنيش اي ديلي في الفيديو ما بين السماعة وما بين الموبايل. الكلام اللي بسمعه من هنا هو اللي على الشفايف.
الشخص اللي قدامي في الفيديو، ودي بصراحة حاجة كويسة جدا. كانت هتضايقني قوي لو كانت موجودة، الحمد لله ان هي مش موجودة، لان انا بصراحة ما كنتش متوقع كده من السماعة دي. كمان برضو في الالعاب السماعة بتديك تجربة العاب مستقرة، ولكن طبعا قبل ما تبدأ تلعب لازم في حاجات كده اقولك عليها، لان اورايمو فيها عيب في موضوع الالعاب ده بالذات. طبعا انت لما بتظبط الايكولايزر عشان تاخد صوت مظبوط، الموضوع ده بيفضل شغال معاك في كل حاجة بتسمعها بالسماعة دي. يعني لو بتسمع فيديو بره الأغاني وبره أي حاجة، هتفضل سامع التعديل اللي انت عدلته في الإيكولايزر. لو دخلت تلعب جيم بابجي موبايل أو أي حاجة تاني، التأثير اللي انت عدلته في الابليكيشن بتاع أورايمو هو اللي هيكون معاك في الألعاب أو في أي حاجة انت بتعملها. فعشان خاطر ان انت تاخد تجربة ألعاب مستقرة ومثالية، لازم ان انت تخش وتعدل الايكولايزر، تخليه طبيعي تاني، تخليه اللي هو القياسي، الوضع العادي خالص اللي هو من غير اي تعديل. وتفعل كمان وضع الجيم مود عشان خاطر يقدر ان هو يديلك ديلي بسيط جدا. هو كده كده في ديلي، لازم يكون في ديلي في الالعاب يا جماعه، سماعه اقتصاديه جدا. يعني لو انت بتلعب ببجي موبايل، الديلي هنا هيكون بسيط جدا، مش هتحس ان انت مثلا بتتضرب والصوت لسه ما وصلكش في السماعه. الموضوع ده يا جماعه مش موجود، الموضوع ده كويس جدا في السماعه دي. ولكن طبعا لازم تخش تظبط الايكولايزر قبل ما تلعب اي لعبه عشان خاطر تاخد تجربه العاب مستقره. بصراحه ما واجهنيش اي مشكله في الالعاب، سماعه محترمه جدا، بتحدد الاصوات بشكل كويس. اللي جاي من يمينك بتقدر تحدده، اللي جاي من شمالك او من قدامك او من وراك او فوقك او تحتك، تحديد الخطوات بصراحه ما فيهوش اي مشاكل وما واجهنيش معاه اي مشاكل. وهسيب لك تجربه فعليه تقدر ان انت تتفرج عليها وانا بلعب ببجي موبايل بالسماعه دي. وبالنسبة لتجربة المكالمات، فهنا السماعة تديك تجربة مكالمات اللي هي معقولة. مش هنقدر نقول ان هي احسن حاجة، ولا هنقدر ان احنا نقول ان هي وحشة. في الاماكن الهادية بتقدر ان انت تتكلم مفيش اي مشاكل، والطرف التاني بيكون سمعك كويس مفيش اي مشاكل. اما في الاماكن اللي فيها دوشة، فالسماعة بتنقل الاصوات اللي حواليك بشكل كبير جدا، فالشخص التاني ممكن يواجهه في بعض الاماكن مشكلة وهو بيتكلم معاك. وعشان ما توهكش كتير، هسيب لك مكالمة مسجلة ما بيني وما بين صديق ليا بنستعرض مع بعض تجربة المكالمات، وبيقول رأيه في السماعة، لاني برضو اديتها له كام يوم يجربها عشان يقول لي رأيه برضو. يعني في الفترة الجاية ان شاء الله لو انا بجرب سماعة، هحاول ان انقل لك كذا رأي عشان ما يكونش رأيي بس المسيطر على الفيديو. فخلينا نشوف الموضوع ده هيوصل معانا لفين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ علي، عامل ايه؟ الحمد لله يا استاذ احمد، كله تمام. بقول لك بجرب سماعه جديده كده فرصه. اه، هي كويس. دي السماعة اللي انا كنت بجربها من كام يوم، اللي انت قلت لي اه بصوتها. ايوه ايوه. بص يا احمد، هي السماعة كويسة في الموسيقى والحاجات دي، لكن انا دلوقتي اه سامع اصوات كتير مختلفة حواليك كده، وصوتك مش واضح قوي. يعني الصوت واطي، صوتي هتلاقيه واطي والاصوات الصوت اللي حواليا اعلى. يعني صح؟ صوت الدوشة اللي حواليك انا سامعه، وانت صوتك برضو ايه، جاي من نصهم كده برضو. اه. طب تمام، تقييمك كده للاستماع دي، ايام جربتها يعني في الفتره اللي فاتت في الاستماع الاغاني والكلام ده، هي كم من عشرة؟ في الموسيقى مثلا ممكن اقول لك 8 من 10، لان طب صوتها وفي حلو المكالمات؟ وواضح. في المكالمات ممكن يعني 5 من 10 مثلا، لان المايك بتاعها مش قوي. اه بس في الاماكن الهاديه كويس. لا يعني لو انت المكالمات انت اه. انت كلمتني منها النهارده العصر تقريبا، انا كنت سامعك تمام قوي، بس دلوقتي في دوشه كتير قوي. تمام. ودلوقتي احنا وصلنا لاخر الفيديو. رأيي في السماعة، لو انت حابب ان انت تجيب سماعة بسعر اقتصادي، ما تروحش تجيب السماعات الايربودز برو التقليد دي، لا السماعة دي كويسة جدا. حاول ان انت تتابعها على نون وامازون، بتوصل السماعة دي بتوصل لحد 400 جنيه. اول ما توصل ل 400 جنيه اشتريها على طول، سماعة محترمة جدا وتستحق الفلوس بشكل كبير. والسماعة يا جماعة يعني ما واجهنيش معاها اي مشاكل لحد النهارده. وانتظروني ان شاء الله في فيديو مراجعه للمي باند 8. الساعه دي انا جايبها بقالي حوالي 10 ايام تقريبا وبجربها، وان شاء الله الفيديو الجاي اقول لك رايي فيها بكل وضوح وبكل صراحه.
انتظروني ان شاء الله في كل الفيديوهات اللي جايه. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنساش تدعمني باللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات كتير جايه. في امان الله.